صباح الخير عليكم. الساعة دلوقتي 2:30. الجو اهو بيمطر، بس مش باينة المطرة بقى. شايفين الشوارع بدأت اهيت. عايزين في المطرة ندعي ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب العالمين، ويحفظ ولادنا يا رب العالمين من كل سوء، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويحرر الأقصى وينصر الدول العربية في كل مكان. بمناسبة بقى يا جماعة ولادنا، جات لي مشكلة غريبة قوي. شاب بيحب بنت وراح اتقدم لها واهلها رفضوا. ليه؟ لان امه ما بتقبلش ام العروسة، يعني ما بيستظرفوش بعض. فالولد بيقول انا مش قادر اعيش من غير البنت، وبيفكر انه يحط اهلها واهله قدام الامر الواقع ويتجوز البنت من ورا اهلهم. فبيستشيرني، هل اللي بيفكر فيه ده صح ولا لا؟ سألته لو اختك تقبل ان هي تتجوز من وراكم؟ قال لي لا طبعا، انا كنت ذبحتها، قتلتها ودفنتها بالحياة. ادفنها بالحياة ازاي؟ ده كده بتجيب لنا العار. قلت له اوكي، يعني جنابك ما تقبلش على اختك ان هي تتجوز من وراكم، لكن تقبل عادي على بنت الناس انها تتجوز وتهرب معاك عشان جنابك بتحبها. انهي منطق يا ابني اللي انت ماشي بيه؟ بنت الناس دي مش لها اهل برضه هيحسوا بالعار لما تهرب معاك؟ سكت. قلت له البنت عندها كام سنة؟ تخيلوا يا جماعة، البنت بيقول لي في الاعدادية، في تالتة اعدادي، يعني طفلة. البيه في العشرينات، في اواخر العشرينات، يعني المفروض عاقل وراكز وواعي لتصرفاته وافعاله. قلت له انهي منطق يا ابني؟ يعني انا مستغربة من اللي انت بتفكر فيه. اللي بيحب حد ما يحبش يأذيه، ما يحبش يفضحه، ما يحبش يجيب له وصمة العار، وانت بكل أسف إنسان أناني. قلت له انت عارف، انت بتفكرني بواحد برضه ضحك على بنت باسم الحب، وانه بيحبها وبيعشقها، ووهمها انه راح طلب ايديها من اهلها وابوها رفض، وفضل يلح عليها وكان زي الشيطان والعياذ بالله، لحد ما خلى البنت هربت معاه بكل أسف. أهلها لما عرفوا طبعا حاولوا إن هم يرجعوها وإن هم يجوزوهم قدام الناس بشكل رسمي. البي يوم كاتب الكتاب هرب، وأهله فضلوا يدوروا عليه واتجوزها على مضض. كانت حجته زي ما هربت معايا تهرب مع غيري. المهم بعد ما اتجوزها مبهدلها وبيشتمها وبيضربها وبيعايرها انها هربت معاه في يوم من الايام، بيعايرها انها وثقت فيه واتجوزته وحبته. علشان كده يا ابني ابعد عن البنت، ابعد عن البنت، لان انت بتقول الامهات مش قابلين بعضيهم. فحتى لو اتجوزتها رسمي الامهات هيفضلوا، امك بمعنى ادق هتفضل تنكد عليها وهتخليك تطلقها. يا ابني انت بتصلي؟ قال لي احيانا. قلت له يا ابني قرب من ربك، وروح اتوضى وصلي واستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وابعد فكرة ان انت تهرب بالبنت. اتقي الله في البنت وابعد عنها. نصيحة مني للأمهات، صاحبوا بناتكم،
وبالذات البنات اللي في سن المراهقة. حاولي شوفي بنتك بتكلم مين، مصاحبة مين من صاحباتها. احيانا صاحباتها بتكون صاحبة سوء، بتحرضها على الفعل بكل اسف السيء. ولو بنتك في يوم من الايام جاتلك وقالت انها بتحب، ما تقوميش عليها وتزعقي لها وتضربيها وتقلة الادب وكلام من ده. اعرفي ان بنتك في سن مراهقة، حاولي سيسيها لحد ما تخرج من الحالة اللي هي فيها. ربنا يا رب يبعد عن بناتنا شياطين الإنس اللي بيدخلوا لهم بدور الحب والسهوكة. ربنا يحفظهم ويحميهم بحق هذا الشهر الكريم. أنا بس قلت أطلع لكم في عجالة وأتكلم معاكم في الموضوع ده، لأن بصراحة الولد نرفزني بكلامه. ده بيحرض البنت إنها تهرب معاه واحنا في شهر رمضان. شفتوا اجرام وقلة ادب اكتر من كده؟ ويقول لي انا بحبها. بتحب ايه؟ حبك قرد يا بعيد. يلا اشوفكم على خير يا جماعة.